الله يعطيكم العافية. اليوم جايب لكم قضية جديدة مع أخوكم المحامي أحمد حسين دشتي. بدت هذه أطوار القضية هذه ما بين فتاتين صغار في سن المراهقة، لكن تطورت هذه القضية لين وصلت للكبار، وانتهت هذه القضية بارتكاب جريمة جدا شنيعة. في أحد الأيام كان في بنتين، طبعا هالبنتين جيران، واحدة عمرها 16 سنة وواحدة عمرها 17 سنة. اللي عمرها 16 سنة ساكنة مع والدها ووالدتها في البيت وإخوانها وخواتها الصغار، وجارتها اللي عمرها 17 سنة ساكنة مع والدتها بس بالبيت ومع أخوها الصغير، لأن والدها كان متوفي الله يرحمه، وخالها هو اللي كان يدير باله عليهم ويدير شؤونهم ومهتم فيهم من هذه الأمور. في أحد الأيام تم استئجار بيت بفريجهم من قبل أسرة خليجية، وهالأسرة الخليجية يقولون كان عندهم ولد حليه ولد مزيون. طبعا هذيل البنتين في سن المراهقة شافوا هذا الولد المزيون، طبعا هذه بينها وبين نفسها تعشمت ان هذا حبيب المستقبل، والبنت الثانية تعشمت ان هذا زوج المستقبلي. عموما البنت اللي عمرها 16 سنة كانت تتبادل النظرات والابتسامات مع هذا الشاب اللي عمره 22 سنة، وكذلك البنت اللي عمرها 17 سنة. لكن البنت اللي عمرها 17 سنة كانت يعني تبادل النظرات والحركات بكل غرور وكبرياء، كانت تبيه هو يروح لها. عموما هذا الشاب اللي عمره 22 سنة راح وصل رقمه حق هذه البنت اللي عمرها 16 سنة. طبعا بتقولون شنو هالواطي اللي عمره 22 سنة رايح متحرش ببنت عمرها 16 سنة. طبعا احنا ما لنا شغل بهذا الموضوع، الواطي يظل واطي، لكن احنا موضوعنا خاص بهذه القضية. عموما بدأوا يتواصلون مع بعض ويتبادلون أحاديث الحب والغرام الكاذبة والمزيفة. طبعا يمكن البنت كانت صادقة بمشاعرها، لكن هذا الولد كان نصاب وكذاب. عموما تطورت العلاقة ما بينهم إلى حب غرام، وهذه قامت تشوف أن هذا زوجها المستقبلي. وهذه البنت اللي عمرها 16 سنة كان عندها صديقة كانت دائما تتكلم لها وتقول لها إيه صار بيننا كذي وقال لي كذي واتصلت فيه ودز لي ودزيت له ومن هذه الأمور. لكن هذه البنت الثالثة كانت شوي خبيثة وتحب تنقل حكي. راحت قالت حق البنت اللي عمرها 17 سنة، لأن هذيل الثلاث بنات كانوا يدرسون بنفس المدرسة، قالت لها شفتي فلان الفلاني اللي ساكن في ريجكم؟ كان تقول لها ايش فيه؟ كان تقول لها ترى فلانه تكلمه ويكلمها ويحبون بعض. هذه البنيه اللي عمرها 17 سنه ينت شلون هذا قدر يطالع هذه وشلون يحبها وهي تحبه، وشلون قدر يوصل لها وانا اكبر منها وانا اجمل منها واحلى منها، كان المفروض هذا يكون من نصيبي مو من نصيبها. عموما هذه البنت اللي عمرها 17 سنة تنازلت شوي وقدرت توصل حق سناب هذا الشاب اللي ساكن في فريجهم. تواصلت مع هذا الصبي وقامت تزلغ البنية اللي عمرها 16 سنة، تقول له ترى فيها وفيها وهذه سوالفها كذي وكذي. قامت تطلع عنها النون وما يعلمون. طبعا في شوي صحة من الكلام، لكن باقي الكلام كان كله كذب وتأليف. وصل الخبر حق البنت هذه اللي عمرها 16 سنة ان هذا بلش يبتعد عنها شوي شوي، بلش ما يكلمها، بلش حتى اذا شافها بالفريج ما يطالعها ولا يبتسم لها. البنت الثالثة الخبيثة شنو راحت وصلت كلام حق البنت اللي عمرها 16 سنة، قالت لها ترى فلانة جارتكم هي قاعدة تكلم الحين وهي قايلة عنك كيت وكيت وكيت. هني شنو صار؟ صارت مشكلة كبيرة ما بين البنت اللي عمرها 16 سنة والبنت اللي عمرها 17 سنة. كل ما يشوفون بعض يتناجرون مع بعض، كل ما شافوا بعض عند بيوت بعض قاموا يصارخون على بعض ويصير سب ما بينهم وبين بعض. لين يا اليوم اللي كانوا رادين من الطلعة بالليل، هذه البنت اللي عمرها 16 سنة شافت اللي عمرها 17 سنة. اللي عمرها 17 قطت كلمة على البنت اللي عمرها 16 سنة، كان يمسكون بعض وتل شعور وطراقات وصريخ. هني شنو صار؟ هني هذه وأم هذه حاولوا يتدخلون عشان يفكون الهوشة اللي ما بينهم، لكن الهوشة هذه ما انفكت ما بينهم، صارت ما بين الأم والأم، قاموا يتطاققون بالشوارع. واحد من الجيران قال حق أبو البنت اللي عمرها 16 سنة لحق ترى بنتك قاعد وأهلك قاعد يتهاوشون هني بالفريج، لأن والدهم كان قاعد بديوانية بأحد الفرجان. طبعا معية الأبو يبي يشوف الموضوع، شاف الموضوع انصدم، قام يهدد جارتهم والله لا اسوي فيك، والله لا افعل فيك، والله لا اشتكي عليك. بهذه الاثناء سبحان الصدف
ويخال البنت اللي عمرها 17 سنة اليتيمة اللي مهتمة بشؤونهم. شاف ان هذا الرجال قاعد يصارخ على اخته وقاعد يهدد. هذا الرجال ما تحمل، نزل من السيارة ماسك بيده حديدة، وتصير هوشة كبيرة ما بين الريايل وما بين الحريم وما بين البنات. طبعا الناس اللي بالفريج كانوا مجرد شهود على الموضوع، ما حد فيهم فاكك، ما حد فيهم فرق ما بينهم، الا اللهم فيهم واحد اتصل على الشرطة وقال لهم ترى في مشكلة كبيرة حاصلة بالفريج. طبعا هذا الخال لما نزل بيده حديدة مسك الابو هذا وطق على راسه، طق بهذه الحديدة لين راسه تهشم وطاح ما له اي نفس بالشارع. على ما وصلوا الشرطة شافوا ان هذا الخال ملابسه كلها دم وماسك بيده حديدة، وهذا الرجال جثة هامدة طايح بالشارع. طبعا تم القاء القبض على هذا الخال، ومع التحقيق معاه قال الموضوع 1 2 3، شفته قاعد يتهجم على اختي وبنت اختي وانا حاولت احل الموضوع. المهم صارت المشكلة هذه وصارت الهوشة وطقيته، لكن ما كنت قاصد اني اذبحه، لكن من القهر اللي فيني والحر اللي فيني قمت اطقه بدون وعي مني، الرجال طاح وتوفى. عموما تم القاء القبض عليه وتم احالته الى المحكمة. طبعا المحكمة حكمت على هذا الخال ب15 سنة سجن. يعني نهاية الموضوع، نهاية القضية، البنت اللي عمرها 16 سنة تيتمت، والبنت اللي عمرها 17 سنة خالها انسجن 15، تم الحكم عليه بالسجن 15 سنة. شفتوا شلون ما بين مشكلة. طبعا وهذا الشاب اللي كانوا ساكنين بهذا الفريج بنفس الشارع اللي صارت المشكلة وجريمة القتل عشانه، يا هلا طلعوا من البيت وراحوا أجروا لهم بمنطقة بعيدة وايد عن هذه المنطقة اللي صارت فيها الجريمة، والولد لا قام يتواصل مع هذه ولا يتواصل مع هذه، يعني قص على الثنتين وعشمهم بحب وزواج لين صارت جريمة قتل وسحب عليهم ثنتينهم. عموما شفتوا شلون المشاكل لما تصير ما بين الصغار وتتطور ما بين الكبار شنو ممكن تنتهي له. ترى حطوا ببالكم عندنا قضايا وفي جرائم كثيرة في المحاكم تصير نفس هذه القضايا من ضمن العائلة الواحدة، مشاكل ما بين صغار، فلان طق ولدي، فلانة طقت بنتي، تتطور هذه المشاكل لين تصير عداوة ما بين الكبار، ما بين الإخوان والخوات، وتتطور لين تصير جريمة. يا جماعة ويا أحباب، في هذه الأمور حكموا عقولكم وتحكموا بأعصابكم، لا تخلون إبليس يركبكم ويوصلكم لسوالف وقضايا صدقوني أنتم بغنى عنها. الله يحفظكم ويحميكم من كل شر إن شاء الله، واشوفكم بقضايا جديدة فيها من العبر اللي تستفيدون منها إن شاء الله. في أمان الله.